كان متدين، كان عارف واجباته ايه. كان بيحب يقرا قرآن، حتى في صور في الكتب الكتاب بتاعه هو قرأ قرآن بنفسه. وكان كان دايما بيحب يقرأ قرآن في المناسبات أو الحفلات. كان دايما القرآن له نصيب مهم في هذه المناسبات. أبو هيف كان دايما زي ما هو كان بيحب يتعرف على الفنانين، كان دايما بيحب تكون علاقته مع زي الشيخ محمد رفعت والشيخ البخوري برضو وطيدة، وكان دايما بيسألهم في كل المسائل الدنيوية المهمة وعشان يستفيد منهم. وكان دايما بيجادلهم في بعض الحاجات. دايما المجادلة مش دايما بتبقى غلط، ولكن بتجيب نتيجة في الآخر. كثير من المواقف الإنسانية سمعت عنها أثناء رحلتي في البحث عن أبو هيف. الكل يحبه، الكل يتكلم عنه، الكل له مواقف إنسانية مر بها أو سمع عنها أو عاشها مع أبو هيف. كان صاحب الفضل علي في وجودي في السلك القضائي، صاحب الفضل علي في نجاحي في مهنة المحاماة، صاحب الفضل علي في دخولي مجلس الشعب لكي أكمل المسيرة التي بدأها هو ووالدي المرحوم الأستاذ حسن أبو هيف النائب السابق لدائرة الجمهورية المشرقة. كثيرا ما تم تكريمه في العديد من دول العالم والمحافل الدولية. كان له تكريم خاص وتقدم له الميدالية الذهبية اللي هي كانت بتتقدم سنة 1896 في أولمبياد أثينا، اللي هي كانت أول أولمبياد أثينا اتعملت في العالم. من ضمن الحاجات الظريفة جدا إن عبد اللطيف أبو هيف برضو موجود في كتاب تانية إعدادي، على أساس إنه شخصية تاريخية مهمة جدا. كلما طال غيابه ازداد بريقه. مبسوط وفخور بنفسه وقوته معاه. هو كان بيحب الناس، فكان دايما بيحب يعمل حاجات لذيذة كده. يعني هو بيكسب الجائزة بيديها للناس. والله وأنا الصحفي البليغ الذي أملك مفاتيح الكلمات لا يمكن أن أوفيه حقه مهما كانت بلاغتي. ميناء الشرقي ده كان الملعب بتاعنا، ده كانت ميتنا. لو حللوها دلوقتي يمكن يلاقوا جزء من عرق عبد اللطيف أبو هيف ما زال موجود فيها. صاحب الفضل عليا في حياتي عموما هو الكابتن عبد اللطيف أبو هيف. زي ما يكون فيلم أو خيال. كان بيعوم كأنه ماشي على الأرض. لو قعدت تتكلم طول النهار طول الليل ما تخلصش عن الكلام عنه. ليس هناك أعظم من الحب، أن تحب الناس وأن تحب الحياة وأن تحب الحب ذاته.